المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. دعوة لترشيد استهلاك مياه السدود في عكسبة. دورة تدريبية للشباب في الجنوب. وزير الخارجية المجري يقول إن العقوبات الغربية على روسيا فشلت تماما. مناورات بحرية أمريكية كوريا الجنوبية غداة اختبار صاروخي لكوريا الشمالية. اليمين المتشدد يتصدر نتائج الانتخابات في إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله. ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح كلمة في الاجتماع 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 26 سبتمبر، وقال في كلمته: تنعقد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار لحظة فاصلة، حلول تحويلية للتحديات المتشابكة في وقت شديد الانشغال من التقاء أزمات عميقة ومتشابكة ومتعددة ذات أبعاد ملحمية. ولقد أثرت هذه الكوارث سلبا على جميع أركان قريتنا العالمية، موضحا بأن جائحة كوفيد-19 تسببت في خسائر بشرية هائلة على الصعيد العالمي في العامين ونصف العام الماضيين، وغرست صعوبات اقتصادية مزمنة ونكسات هيكلية من خلال الانكماش الاقتصادي المحلي وتعطيل سلاسل التوريد الدولية. وأضاف الوزير عثمان بأن تغير المناخ والاحترار العالمي أيضا أصبح تحديا ويؤدي إلى تفاقم الوضع غير المستقر بالفعل، علاوة على الصراعات الدورية التي اتخذت أبعادا شديدة الخطورة وشبه المروعة للحرب في أوكرانيا إلى تصعيد الأزمات الوشيكة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي نتائج ثانوية ومظاهر للفشل المنهجي للنظام العالمي أحادي القطب الذي ساد لأكثر من 30 عاما. وقال: يمثل النظام الدولي القائم على القواعد الذي يتبجح به كثيرا مجموعة منحرفة من القواعد واللوائح المزدوجة وغير المتكافئة وغير التوافقية، وقد تم تصميمه في الواقع بشكل أساسي لتعزيز وحماية امتيازات مهندسيه الرئيسيين مع استبعاد غالبية الدول والشعوب الأخرى، ولا يعطي منظورها الأيديولوجي المترابط والتنازلي مجالا ومساحة للسياق التاريخي والوقائع والثقافات المتميزة، وفوق كل شيء الخيارات السياسية المستقلة للشعوب والأمم الأخرى ذات السيادة. وذكر الوزير عثمان صالح أن حروب التدخل باهظة الثمن خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط خلال 30 عاما الماضية، والتدخل الجائر في الشؤون الداخلية وفرض عقوبات غير مشروعة ومن جانب واحد وتشويه حقوق الإنسان وتسليحها. باختصار، تنبثق جميع حلقات عدم الاستقرار الدولي والإقليمي من البنية المعيبة للحوكمة العالمية، وهي مشتقات مباشرة لها. وحول عيوب هيكل الحوكمة العالمية، أوضح السيد عثمان صالح أن إريتريا تحملت بالفعل وطأة هذا النظام الدولي المعيب من خلال العقوبات غير المشروعة واستخدام القوات البديلة لخلق حالة من الصراع الدائم وعدم الاستقرار، إلى جانب تسليح حقوق الإنسان لعزل ونبذ الأمة الفتية. وأشار إلى أن خطورة المشاكل المتداخلة التي يتعين على قريتنا العالمية أن تتصدى لها هائلة للغاية وتتطلب اتخاذ إجراءات علاجية عاجلة وشاملة. ونحن نعيش حقا في الوقت الضائع، موضحا: لقد فقد الهيكل السائد للحوكمة العالمية شرعيته وأدى إلى تآكل التوازن العالمي الحيوي والضروري للاستمرارية والاستدامة، ويجب علينا أن نرتقي إلى مستوى المناسبة لاستحضار النوايا السياسية الحسنة اللازمة لعكس الاتجاه الخطير وتصحيحه. وشدد على ضرورة ابتكار نظام دولي جديد يقوم على توافق الآراء بمشاركة كاملة ومتساوية من جانب دوائرها، والتمسك بالمبادئ المقدسة المتمثلة في المساواة بين جميع الدول الأعضاء، واحترام السيادة والاستقلال السياسي للأمم والشعوب، وضمان التمثيل العادل لجميع الدول الأعضاء في جميع الهيئات الدولية لصنع القرار من خلال طرائق وآليات قابلة للتطبيق ومستدامة.
أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن ممن دفر بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 5 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,169، شفي منهم 10,063 وتوفي 103، فيما يتلقى 3 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 26 من سبتمبر 2022. دعا مكتب الزراعة في إقليم عنسبة المزارعين لترشيد استهلاك مياه السدود. وأوضح مسؤول وحدة بناء وصيانة السدود المهندس مرهوي إسحاق إن أغلب تضاريس إقليم عنسبة هي جبال، وشهد الإقليم نقص حاد في المياه في موسم الصيف، وقد احتفظت خزانات تجميع المياه المشيدة على فترات مختلفة كميات جيدة من المياه ويجب استخدامها جيدا. ودعا لإبداء الاهتمام لصيانة خزان هبرنقاقة الذي واجه خطر الانهيار. من جانبه أوضح مسؤول حماية التربة والمياه في مكتب الزراعة في مديرية عتكليزان المهندس تمسجن هبتاب إن الجهود تتواصل لإكمال بناء سد دك قبرو، مشيدا بنفير إصلاح مساقط المياه. وذكر مدراء ضاحيتي إبابة ودك قبرو تقديم التدريب للمزارعين لتنمية الأراضي أسفل السدود. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي مواصلة جهود تدريب الشباب. وأوضح مسؤول الفرع سيد قرماي قبرو في تقديم دورات تدريبية في مختلف المهام في 12 مديرية في الإقليم. وأشار إلى تدريب 1476 شابا محتاجا في السنوات ال5 الماضية مجانا وبمقابل رمزي، بالإضافة إلى الشباب العمال في المؤسسات الحكومية في مجالات الإدارة والقيادة وتقنية الكمبيوتر والجرافيكس والمونتاج لمساعدتهم في أعمالهم. كما درب الاتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة الراعية إلى جانب تقديم دعم ومنح قروض للشباب لبدء الأعمال، حيث قدم قروضا بأكثر من 1,000,000 نقفة ل 92 شابا لمزاولة الأعمال الإنتاجية. ودعا الشباب للاستفادة من الفرص التي يقدمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. تواصل شرطة الإقليم الأوسط تنظيم محاضرات لتعريف المجتمع بالقانون ومكافحة الجريمة. وأوضح قائد شرطة المركز الخامس الرقيب بيان الرسوم في السمينار الذي عقده في 25 من سبتمبر لسكان مديرية السنبل إن تعريف الشعب بالقانون من أهم مهام الشرطة. وقال إن مكافحة الجريمة والمخالفات أساس أهداف احترام القانون، والذي لن يتحقق دون مشاركة وتعاون الشعب. وذكر تسجيل 222 جريمة و472 مخالفة، إضافة إلى انتهاك 210 من السيارات و1112 دراجة و6 دراجات نارية لقانون المرور في المناطق التي يغطيها مركز الشرطة الخامس خلال الأشهر الماضية من هذه السنة. من جانبه دعا مسؤول مكافحة الجريمة العريف الأزهر تخلاب أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم وتوجيههم للحلولة دون وقوعهم في المخيفات الخطيرة. وقالت مدير مديرية السنبل السيدة صقة إلياس إن بناء الأجيال يرتكز على جهد الآباء والمعلمين، مناشدة الشباب للتحلي بالقيم السمحة وبذل الجهود في الدراسة. وأوضح المشاركون في السمينار على أهمية المحاضرات التوعوية بالقانون ودورها في مكافحة الجريمة، مؤكدين الإيفاء بكل المتطلبات. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر زيغارتو إن العقوبات المفروضة على روسيا تلحق ضررا بأوروبا وفشلت تماما. وذكر زيغارتو لمحطة إذاعية عامة إنه نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة حتى الآن بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ارتفع التضخم الأوروبي بشكل كبير، وارتفعت تكاليف المرافق وأسعار الغاز الطبيعي وأسعار المواد الغذائية، ودخل اقتصاد القارة في حالة ركود.
ووصف زيارته حزمة العقوبات الثامنة المحتملة بأنها اتجاه خاطئ، لكنه أشار إلى عدم وجود قرار نهائي بشأن هذه المسألة حتى الآن، كما لم يتم إعداد اقتراح رسمي. وفيما يتعلق باستفادة الولايات المتحدة من سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، قال الوزير: لا جدال في أن الاقتصاد الأمريكي يكسب بسبب هذه العقوبات، بينما يتجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي نحو الركود. في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن بلاده حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة، وهذا هو أول تأكيد لحصول أوكرانيا على منظومة ناسامز التي سعت كييف طويلا للحصول عليها، والتي وافقت واشنطن على تقديمها لها في أواخر الشهر الماضي. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورة بحرية مشتركة بينهما بالقرب من شبه الجزيرة منذ 5 سنوات، بعد يوم على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا. وقالت البحرية الجنوبية في بيان إن هذه التدريبات هدفها إظهار الإرادة القوية لتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على الاستفزازات الكورية الشمالية. وأضافت أن التدريبات التي تستمر ل4 أيام على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية ستشمل أكثر من 20 سفينة ومجموعة متنوعة من الطائرات، وستجري تدريبات على عمليات حربية مضادة للسفن والغواصات ومناورات تكتيكية وعمليات بحرية أخرى. تأتي التدريبات غداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا هو الأحدث في سلسلة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونغ يانغ هذا العام. وحذرت الرئاسة الكورية الجنوبية من أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ باليستي يطلق من غواصة، وهو سلاح كانت جربته في مايو الماضي. أفادت نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بأن تحالفا يمينيا بقيادة حزب إخوة إيطاليا فاز بأغلبية واضحة في الانتخابات العامة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأظهر الاستطلاع أن تكتل الأحزاب المحافظة الذي يضم حزب إخوة إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني، وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو بيرلسكوني فاز بنسبة تتراوح بين 41% و45%، وهو ما يكفي لضمان السيطرة على مجلسي البرلمان. من جهته أقر الحزب الديمقراطي الإيطالي بالهزيمة في الانتخابات، وقال إنه سيصبح الكتلة المعارضة الأكبر بالبرلمان. وأعلنت ميلوني أنها ستقود الحكومة القادمة، وأضافت في كلمة أمام أنصارها أن حزبها سيحكم لصالح جميع الإيطاليين في حالة تكليفه بتشكيل الحكومة. سارحت السلطات الفلبينية لتوزيع المساعدات على آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد أن اجتاح الإعصار نورو العاصمة مانيلا والأقاليم الشمالية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وغمر مناطق بالماء. واجتاحت رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة جزيرة لوزون الرئيسية في مطلع الأسبوع، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية وسوق الأوراق المالية يوم الاثنين. وأمر الرئيس فرديناند ماركوس بنقل الإمدادات جوا وتوفير معدات إزالة المخلفات للبلدات الأكثر تضررا. وقال مسؤولون إن لوزون التي تمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد ونحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بدأت عمليات إزالة المخلفات بعد أن بدأت الفيضانات في الانحسار بمنطقة العاصمة. وقتل 5 مسعفين خلال مرور الإعصار نورا عندما كانوا في بلدة غمرتها الفيضانات على ما أعلنت السلطات.
أختم نشرة أخبار المساء بتذكير بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية يلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. دعوة لترشيد استهلاك مياه السدود في عنسبة. دورات تدريبية للشباب في الجنوب. وزير الخارجية المجري يقول إن العقوبات الغربية على روسيا فشلت تماما. مناورات بحرية أمريكية كوريا جنوبية غداة اختبار صاروخي لكوريا الشمالية. اليمين المتشدد يتصدر نتائج الانتخابات في إيطاليا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.